بلاد ومش ولد بلاد، هذا منطق شوفين، مش منطق تحديث تاع اداره. لذلك احنا رغم كل هذا تمسكنا في هذه الجلسه واردنا ان نتقدم، لان طرف مفاوض ولان طرف اجتماعي يبحث على حلول حقيقيه للمشاكل. مشينا وبحثنا وصبرنا وبحثنا على هذه المقترحات، فلا كانت المقترحات ايضا وكاننا لسنا في الاداره الجهويه للتربيه، وكاننا في احد المكاتب، مكاتب التشغيل السوريه، مكاتب التشغيل عند عمده ولا عند شيخ ولا عند بلاصه اخرى غير الاداره الجهويه للتربيه، ليقترح على حاملي الشهاده العلميه العليا وعلى حاملي شهادات الماجستير والحاملي شهادات الدكتوراه، تقترح عليهم جهه زغوان وتقترح عليهم السلطه ان يكونوا عملة حضاره، ان يكونوا عملة حضاره. هذا منطق واقع التشغيل في البلاد. واقع ليش السياسه، واقع ليش هيكل النقابيه، واقع ليش الاتحاد متمسك بحق الشغل الكريم. حق الشغل الكريم مش يخدم 6 شهور وخلي بلاستيك لغيرك، حق الشغل الكريم هو الشغل المستمر، مستمر مضمون الحقوق كما جاء في الدستور. هذا حق الشغل كما نفهموه، حق الشغل تحت الحيط ويقصوا تحت الحيط ويقصوا بأسعار وبأجور دون المستوى ودون الحد الأدنى الآدمي والإنساني. هذا لا نقبله، ولا نقبل أن المؤسسة التربوية اللي هي في الحقيقة مؤتمنة على مستقبل البلاد كله يشغل فيها ناس بطريقة هشة. إذا تحبوا التعليم يتطور في البلاد، يتطور بواحد يخرج في 3000 في النهار، يتطور بواحد مهدد في كل لحظة في شغله. كيفاش تحبوا الأستاذ بهذه الطريقة يتقدم ويخدم ويعطي مردود في البلاد؟ كيفاش تحبوا يكون أمين على أبنائنا؟ كيفاش تحبوا يكون أمين على مستقبل البلاد؟ هك علاش النقابة، وهك علاش الإطارات النقابية، وهك علاش الاتحاد، وهك علاش الأساتذة يناصروا من أجل الشغل القار داخل التعليم. لا يمكن أن نقبل الشغل الهش، ولا يمكن أن نقبل أن يخدم أستاذ داخل قاعة الأساتذة مهدد في قوته ومهدد في شغله. نحن موجودين اليوم حلقة من حلقات النضال من أجل زملائنا المطرودين. زغوان ترسم في مناصرها خطوة منيرة في الملف هذايا. ملف هذا راهو مطروح، ملف وطني ومطروح مطلب وطني، واضراب 27 لا يجب ان تنسى جهه زغوان اضراب 27 اكتوبر. اضراب 27 اكتوبر كما كان قبل من اجل ترسيم زملائنا الامثياء وادماج زملائنا الامثياء، اضراب 27 اكتوبر سيكون ايضا من اجل اعاده المطرودين، اعاده من اطردوا ظلما تحت التعلات كما كانت تقول الاخ تحت تعلات، وهي ولاسباب خفيه يريدون اخفائها، لكن الراي العام الكل يعرف علاش. يعرف من هو ممنوع من الشغل، يعرف شكون ممنوع من الشغل، يعرف شكون محرم عليه الشغل في البلاد، يعرف شكون محرم عليه انه يخدم في البلاد. لذلك اعتقد انه اللي قاعدين نقدموا فيه اليوم ما ينجم كان يتحيا نقابه عامه ونقابه جهويه وهياكل نقابيه بجهه زغوان. نحن الان نجسد وحده قطاع في ملف نحن موحدون من اجله، واللي باش نقدموه اليوم اللي قدمناه اليوم هو بدايه، وهو معناها ينضاف الى جمله النضالات اللي باش تخاض في جهات اخرى ايضا من اجل الحق النقابي، من اجل حق احترام الاتحاد، لانه اللي صار البارح هو استهزاء بالاتحاد، هو تقسيم للاتحاد، هو عدم اعتراف بالاتحاد، وهذا راه مش موجود كان في جهه زغوان. في جهه الكاس ايضا زملائكم في جهه الكاس باش يخوضوا يوم 30 سبتمبر الحالي باش يخوضوا اضراب من اجل الحق النقابي، ومن اجل احترام الاتحاد، ومن اجل احترام الهياكل النقابيه، ومن اجل ضمان حقوق الاساتذه داخل المعاد. وكيف تواجه هذه المطالب اللي هي مطالب مشروعه دستوريا وموجوده في دستور البلاد، ومن حق من حق الاساتذه باش يناضلوا من اجل تثبيت حقوقهم، يواجه ببرقيات التنديد من جمعيات لا نسمع عنها الا في المآتم. الجمعيه المائيه بمدراوشيه، والجمعيه المائيه بزغوان بالدهماني، وجمعيه العصافير مش عارف بالطويره الى غير ذلك. جمعيات تتهم الاساتذه بالشرذمه اللي يربيوا في اولادهم ويقريوا في اولادهم واللي يتمسحوا لهم يوميا ويشكروا فيهم معناها نفاقا على المجهود اللي يعملوا فيه. يتهمونهم بانهم شرذمه ضاله وبانهم خارجون عن القانون ومارقون ومشاغبون. هاي رؤيه الناس الاخرى لكم انتم كمربين.
هذا وقت تجيوا تقولوا راه عندنا حقوق، اسمعونا اعطيونا حقوقنا، اجوا يا سيدي نتفاوضوا في هذه الحقوق، نتفاوضوا في الحقوق، قد نصل هي حلول او قد لا نصل، لكن نريد ان نثبت مبدا التفاوض الجدي. وقت تقولوا لا نحبوا نتفاوضوا، نحبوا نتحاوروا، نحبوا نوصلوا الى حل المشاكل، نتهم باننا شرذ مظله، ونتهم باننا خارجون على القانون ومارقون. وسياتي الدور في زغوان، سيأتي الدور في زغوان، طالما متمسكون بحقوقكم ستنهض الجمعيات الميتة وستنهض أسماء، ستعرفون يا سيدي ماكم عندكم قداش من عام ما تعرفوش النسيج الجمعياتي بالذات، فوقت يتحرك التعليم الثانوي النسيج الجمعياتي بالذات تعرفوه، وستتحرك كل هذه الفقاقيع ضدكم ومن أجلكم، ضدكم وضد حقوقكم. هاك علاش تأهبوا، صابروا واصبروا، راهو نضالنا دائما كان نضال صادق وكان نضال صحيح، وعلاش كنا ديما نحقق المكاسب وسنحقق المكاسب. شكرا. ليه محمد؟